السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا انتوا هتلاقيكم مستغربين ان انا اللي بادئ المقدمة. عشان ماما بس تعبانة، ادعولها بالشفا. فانا هبدأ معاكم اكلة جديدة. جوع اخر الليل. معانا طماطم متقطعة وخيار وجبنة موتزاريلا وبيضتين وشوية فلفل اسمر وكزبرة وشوية وفص توم وشوية ملح وكمون. ومعانا الرغيفين العيش. ثانية بس خليكم معانا. نجيب طبق اللي عارف انا بعمل ايه يكتب لي في الكومنتات اللي عارف. اهو يا حبايب قلبي، طبعا لبست جواندي عشان النظافة الاول. ونجيب الملح، شوية ملح، كمون بقى ونحطه. اهو بعد ما نضربه نقوم جايبين رغيف العيش ونكون قاطعينه زي كأننا بنعمل حواوشي، ونقوم فاتحينه. ولما نيجي نحط البيض ما نحطوش من الوش، لا بنحطه من الظهر كده. نفتحه كده، نحط شوية بيض هنا اهو، ماشي. وتحط برضو شوية هنا، ماشي اهو. وبعد ما عبيت الرغيفين بالطماطم اهو، اهو عبيته هو وده. هنحط بقى الجبنة الموتزاريلا. جبنة الموتزاريلا حسب الرغبة. انا بحبه يكون بيمط كده زي البيتزا. ثانية بس معلش. هعبي التاني بقى وارجع لكم. واهو يا حبايب قلبي، بعد ما عبيته هنجيب شوية زيت ونحطهم على الوش كده. عارفين ليه؟ عشان لما تيجي تحطوه في الفرن يدوكوا وش كده حلو. يدوكوا لمعة. اهو دهنته. بعد ما دهنته واول لما يطلع من الفرن هرجع لكم. اه صحيح، نسيت اقول لكم، لازم الحاجة اللي انتوا تحطوا فيها تدهنوها شوية زيت من تحت كده عشان السندوتش لما تحطوه ما يلزقش. يا ريت لو انتم مكملين معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك والسبسكرايب. اهو يا حبايبي، بعد ما رجعنا رجعت تاني اهو. بصوا النقطة. استنى احاول اكبر لكم الصورة. بصوا اهو، شفتوا ازاي؟ والله العظيم يستاهل بقكم اهو. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك والسبسكرايب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.